في حاجات حوالينا مش بنلاقي لها تفسير، أساطير، حكايات غريبة وكائنات مرعبة كل الناس بتتكلم عنها من زمان. تتخيل إنك ممكن تكون في مكان مليان أسرار وتلاقي نفسك فجأة قدام حاجة عمرك ما كنت هتصدق إنها موجودة؟ النهاردة هناخدكم في رحلة مش عادية خالص، رحلة بين أشهر وأغرب الأساطير اللي خلت الناس تتكلم عنها الأجيال وتفكر دي حكايات وخرافات ولا ممكن تكون حقيقية؟ من مخلوقات بعيون بتلمع في الظلمة لناس عندها قوة غير طبيعية، وحتى كائنات عايشة في الظلال وبتستنى اللحظة المناسبة تظهر فيها. إحنا بنتكلم عن قصص من كل مكان، من غابات نيوجيرسي المرعبة لليل الغامض في نيو أورليانز، وحتى كائنات مش مفهومة في ويست فرجينيا. حاجات لو سمعتها بليل ممكن تخليك تبص وراك مرتين قبل ما تطفي النور. فلو انت من اللي بيحبوا القصص الغامضة والمرعبة، أو حتى من اللي بيحبوا يسألوا إيه اللي ممكن يكون حقيقي، الفيديو ده معمول علشانك. جهز مشروبك، ريح في مكان هادي، وخلينا نبدأ رحلتنا لعالم ما بين الحقيقة والخيال. ومستنيينكم في الكومنتات تقولوا لنا هل هتصدق ولا هتفضل تقول مستحيل. أول أسطورة معانا النهاردة هي أسطورة بيج فوت، الكائن اللي حير الملايين وخطف عقولهم سنين طويلة. تخيل كده، في غابة بعيدة أشجارها عالية وسميكة، المكان هادي لدرجة إنك تسمع حتى حركة النسيم بين الأغصان. وإنت ماشي فجأة تحس بخطوات تقيلة، خطوات كأن الأرض تحت رجليك بتهتز. الناس بتقول إن الكائن ده ضخم جدا، جسمه مغطى بالكامل بشعر بني أو أسود كثيف، طوله يوصل ل3 أمتار تقريبا، ورجليه عملاقة بتسيب آثار أكبر بكتير من أي قدم بشرية. وده مش كلام ناس عادية بس، في ناس كانوا صيادين، مستكشفين، وحتى علماء بيقولوا إنهم شافوا حاجة غريبة أو لقوا آثارها في أماكن معزولة زي جبال روكي أو غابات شمال غرب المحيط الهادئ. أغرب حاجة بقى إن في صور وفيديوهات اتنشرت عن بيج فوت، لكن الصور دايماً ضبابية أو مش واضحة، كأن الكاميرات نفسها بتتفق إنها تخبي الحقيقة. طب ليه الناس مصدقة الحكاية دي؟ السبب مش بس في الصور أو الشهادات، في كمان قصص بتتحكي عن هجمات غريبة حصلت في الغابات. ناس بتقول إن خيامها اتقطعت أثناء التخييم، وصوت غريب بيشبه الزئير كان بيتسمع في نص الليل، لحد ما شافوا ظل ضخم بيتحرك بين الأشجار. وفي واحدة من أشهر الحكايات، صياد اسمه روجر باترسون بيقول إنه في الستينات شاف بيج فوت بنفسه وصوره بفيديو صغير. الفيديو ده بقى حديث الساعة وقتها، لكن لحد دلوقتي محدش قدر يثبت 100% إذا كان حقيقي ولا خدعة. وبما إننا بنتكلم عن حاجة غريبة كده، لازم نسأل ليه محدش قدر يقبض على بيج فوت أو يلاقي دليل قاطع؟ هل هو كائن ذكي فعلا وعارف يهرب من البشر؟ ولا هو مجرد أسطورة بنتهى العقول عشان تفسر أصوات وأحداث مريبة بتحصل في الغابات؟ وفي سؤال ليك، لو لقيت نفسك في غابة وسمعت الصوت ده وشفت الظل الضخم بيتحرك، يا ترى هتجري ولا هتمسك موبايلك وتحاول تكون أول واحد يصور دليل حقيقي؟ اكتب رأيك في التعليقات وقول لنا لو سمعت قصة مشابهة قبل كده. ومتنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة، اضغط على الزرار الأحمر وفعل الجرس عشان حلقاتنا الجاية هتكون عن أساطير أغرب وأغرب. الأسطورة التانية معانا هي واحدة من أكتر الحكايات اللي بتخلي العقول تحتار، مثلث برمودا. تخيل معايا مساحة ضخمة من المحيط الأطلسي، شكلها عامل زي 3 رؤوس متصلة بين ميامي، برمودا، وبورتوريكو. المنطقة دي ليها سمعة مرعبة بسبب اللي بيتقال عنها، سفن بتختفي فجأة، طيارات بتتبخر في الهواء، ولا حد بيعرف يلاقي أثر للحاجات اللي دخلت المثلث ده. من زمان جدا البحارة كانوا بيقولوا إن في حاجة غريبة بتحصل في المنطقة دي، ساعات البوصلة بتتلخبط والجو فجأة بيتغير من الهدوء لعاصفة مدمرة في ثواني، وفي حالات كتير السفن بتختفي تماما كأنها ما كانتش موجودة أصلا. من أشهر الحكايات المرتبطة بمثلث برمودا قصة رحلة الطيران 19، دي كانت 5 طيارات تدريب أمريكية خرجت في مهمة عادية سنة 1945، وكان المفروض يرجعوا القاعدة بعد ساعات قليلة. بس الغريب إن كل الطيارين بدأوا يبلغوا عن مشاكل في البوصلة وعدم قدرتهم على تحديد الاتجاهات. آخر رسالة اتسجلت كانت مليانة ارتباك وخوف، وبعدها ولا الطيارات رجعت ولا حد عرف لهم أثر لحد النهاردة. وكأن ده مش كفاية، السفينة اللي خرجت تدور عليهم اللي اسمها USS سايكلوبس
اختفت هي كمان. 309 أشخاص كانوا على متنها ولا حد عرف مصيرهم. في ناس بتقول إن السبب علمي، زي تيارات مغناطيسية شديدة بتأثر على الأجهزة، وفي ناس تانية بتفسر الموضوع بأساطير أكبر، زي كائنات فضائية عندها قواعد تحت المية، أو حتى مدينة أطلانتس المفقودة اللي ليها تكنولوجيا متطورة بتسبب المشاكل دي. طب إيه رأيك؟ هل تعتقد إن مثلث برمودا مجرد ظاهرة طبيعية، ولا ممكن يكون في سر أكبر من كده محدش عارفه؟ اكتب لنا في التعليقات لو عندك أي نظرية عن اللي بيحصل هناك. ومتنساش، لو عجبتك الحكاية دي ولسه ما اشتركتش في القناة، اضغط على الزرار الأحمر وفعل الجرس. الحكايات الغامضة لسه ما خلصتش، واللي جاي أغرب بكتير. الأسطورة الرابعة اللي معانا النهاردة غريبة جدا ومليانة تفاصيل مرعبة، راجل العسة أو اللي بيقولوا عليه موثمان. القصة دي بدأت في الستينات في بلدة صغيرة اسمها بوينت بليزنت في ولاية ويست فرجينيا. الناس هناك بدأوا يحكوا عن ظهور كائن غريب شكله مريب جدا، جسمه شبه الإنسان لكنه ضخم وعليه أجنحة كبيرة زي الفراشة أو العسة، وعنده عينين حمراء بتلمع حتى في الظلمة. أول مرة يتشاف فيها كان في منطقة مهجورة جنب مصنع قديم. مجموعة من الشباب كانوا سايقين بالليل لما فجأة شافوا المخلوق ده واقف على جنب الطريق. أول ما قربوا منه بالعربية طار بسرعة رهيبة وبدأ يطاردهم، رغم إنهم كانوا ماشيين بسرعة أكتر من 100 كيلومتر في الساعة. ومن هنا بدأ اسم راجل العسة ينتشر. ناس كتير في البلدة قالوا إنهم شافوه في أماكن مختلفة، ودايماً بيظهر في الضلمة أو الأماكن المهجورة. بس الغريب إن ظهوره كان مرتبط دايماً بكوارث. أشهر حادثة هي انهيار جسر فضي كبير في البلدة سنة 1967. الحادثة دي مات فيها أكتر من 40 شخصة. ناس كتير قالوا إنهم شافوا راجل العسة حوالي الجسر قبل الانهيار بأيام. ومن هنا بدأت الناس تعتقد إنه مش مجرد مخلوق، لكنه نذير شؤم بيظهر قبل حدوث الكوارث الكبرى كتحذير أو علامة. بس السؤال المهم، هل رجل العسة ده حقيقي ولا مجرد خيال؟ العلماء حاولوا يفسروا الحكاية وقالوا إن ممكن يكون الناس شافوا نوع كبير من الطيور زي البوم الضخم، لكن اللي شافوه أكدوا إن الكائن ده مش شبه أي حاجة طبيعية. تخيل معايا كده، أنت ماشي لوحدك بالليل والدنيا حواليك هادية، وفجأة تحس بحاجة بتتحرك فوق راسك. لما ترفع عينيك تشوف مخلوق ضخم بأجنحة كبيرة وعينين حمراء بتبص عليك مباشرة. يا ترى هتعمل إيه؟ قول لنا رأيك في التعليقات. هل تصدق إن رجل العسة موجود، ولا شايفها مجرد أسطورة متضخمة؟ ومتنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان حلقاتنا الجاية عن أغرب الكائنات اللي ممكن تكون شفتها في حياتك. طيب يا جماعة، معانا النهاردة أسطورة لو سمعتها بالليل ممكن ما تنامش بعدها، وهي الشيطان جيرسي، المخلوق المرعب اللي بيسكن غابات نيو جيرسي الغامضة. الأسطورة دي مش مجرد حكاية للتسلية، لأ، ده في ناس كتير بتقسم إنها شافته، وناس تانية بتقول إنها سمعت صوته بيشق سكون الليل. طيب إيه الحكاية؟ نرجع لزمن بعيد جدا، تحديداً للقرن ال18، لما كانت عائلة اسمها عائلة ليدز عايشة في منطقة معزولة في غابات باين بارنز. السيدة ليدز كانت أم عندها 12 طفلة، ولما عرفت إنها حامل للمرة ال13 قالت حاجة تعتبر بداية الكارثة: لو الطفل ده هيكون عبء عليا خليه شيطان. المولود اتولد عادي جدا في البداية، طفل طبيعي، لحد ما في لحظة غريبة اتحول قدام عينين أمه وأخواته. جسمه بدأ يتغير كأنه مزيج من خفاش وحصان، أجنحته طلعت ومخالبه بقت طويلة وحادة. وبدون سابق إنذار طار من البيت ودخل الغابة، ومحدش شافه تاني إلا وهو بيعمل رعب للمنطقة كلها. ومن وقتها الناس في نيو جيرسي بتتكلم عن مشاهدات غريبة. تخيل كده تكون ماشي في الغابة وتسمع صوت زي صرخة حيوان، بس الصوت ده غريب جدا ومش شبه أي حاجة سمعتها قبل كده. فجأة تبص لفوق تلاقي مخلوق طاير، جسمه زي الخفاش ووجهه كأنه حصان غاضب وعينيه بتلمع في الظلمة. في عشرينات القرن الماضي حصلت موجة كبيرة من مشاهدات الشيطان جيرسي. مئات الناس بلغوا إنهم شافوه، أو حتى لقوا آثار أقدامه الغريبة على الأرض. ودي مش مجرد حكايات قديمة، ده في ناس لحد النهاردة بتقول إنها بتسمع أصواته حوالين الغابة. الغريب إن المكان اللي بيتقال إنه بيعيش فيه، غابات باين بارنز، هو في الأساس منطقة مخيفة، أشجارها كثيفة بشكل مش طبيعي، والليل هناك مرعب.
كأن الغابة نفسها بتهمسلك إنك مش لوحدك. دلوقتي السؤال اللي محير الكل، هل الشيطان جيرسي فعلا موجود؟ هل هو مخلوق حقيقي ولا مجرد خرافة قديمة انتشرت مع الزمن؟ واللي شافوه هل فعلا شافوا حاجة خارقة للطبيعة ولا كانت مجرد أوهام؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات. ولو كنت في نيوجيرسي في يوم من الأيام، هل تجرؤ تزور غابات باين بارنز ولا هتكتفي بسماع الأسطورة من بعيد؟ طيب يا جماعة، بعد ما خلصنا الرعب والخوف، تعالوا ندخل على حاجة أسطورية، بس المرة دي أكتر شوية روح مرحة. بول بونيان. بول بونيان ده مش مجرد شخص عادي، ده شخصية خيالية بحجم غير طبيعي. احنا بنتكلم عن واحد طوله ممكن يوصل للسماء، وحجم خطواته ممكن يشق الأرض نصين. الراجل ده لو كان عايش بينا كان أكيد هيبقى ترند على كل السوشيال ميديا. الحطاب العملاق اللي بيمشي ومعاه صديقه المفضل الثور الأزرق الضخم بيب. القصة بتقول إن بول اتولد عملاق من البداية، مش طفل صغير زي باقي الناس، لدرجة إن الناس في القرية أول ما شافوه قالوا إيه ده طفل ولا معجزة ربانية؟ كانوا محتاجين عربية نقل عشان يجيبوا له سرير، والأم لما كانت تطبخ له كانت محتاجة تستخدم بحيرة كاملة بدل الحلة. بول كبر بسرعة وقرر يستخدم قوته الخارقة في شيء مفيد، فاشتغل حطاب. لكن بول ما بيقطعش شجر عادي، لأ، ده بيقطع الغابات بالكامل في يوم واحد. والناس بتقول إنه هو اللي شكل أغلب المناظر الطبيعية اللي موجودة في أمريكا النهاردة. يعني لو رحت مكان زي وادي يوسمايت ممكن تقول لنفسك الله، دي أكيد ضربة فأس من بول. وصديقه بيب ده برضه قصة لوحده. الثور الأزرق الضخم كان حجمه تقريبا زي جبل صغير، وكان بيساعد بول ينقل الأشجار اللي قطعها. تخيل المنظر، واحد عملاق ومعاه ثور لونه أزرق بحجم خيالي، الاتنين دول مع بعض كانوا زي فريق الأحلام. القصص بتقول إن بول وبيب كانوا بيعيشوا مغامرات لا تنتهي، وبيسافروا من مكان لمكان يعملوا حاجات مستحيلة. يقولوا إنه حتى لما كانت السلوك تغطي كل حاجة، بول كان يقدر يدفي المكان بضربة واحدة من فأسه العملاق. لكن السؤال هنا، هل بول بونيان كان حقيقي ولا مجرد رمز خلقوه الأمريكان علشان يعبروا عن القوة والعمل الجاد؟ يمكن الحقيقة في النص، ويمكن كل ده مجرد خيال شعبي جميل. قولوا لنا رأيكم، لو بول بونيان عايش بينا النهاردة تتوقعوا كان هيشتغل في إيه؟ رجعنا تاني لأجواء الرعب، والأسطورة دي بجد تخليك تسأل نفسك، هل الحكايات دي مجرد خيال ولا في حاجة أكتر وراها؟ معانا النهاردة ده ماثمان، الكائن الغريب اللي خلى ويست فيرجينيا واحدة من أكتر الأماكن الغامضة في العالم. ذا ماثمان هو مخلوق مخيف بيظهر فجأة، وغالباً ما بيبقى نذير شؤم أو كارثة. شكله حاجة بين الإنسان والحشرة، جناحاته ضخمة كأنها ممكن تغطي السماء، وعينيه بتتوهج في الظلمة كأنها بتبص جوا روحك. القصة بدأت في الستينات لما مجموعة من الناس في بلدة صغيرة اسمها بوينت بليزانت قالوا إنهم شافوا كائن غريب بيطير حوالين المدينة. تخيل إنك سايق عربيتك بالليل في طريق مهجور، وفجأة تشوف كائن طاير ورا العربية أسرع من أي حاجة شفتها قبل كده. ده بالظبط اللي حصل مع أول ناس شافوه. والموضوع ما وقفش هنا، السكان بدأوا يسمعوا أصوات غريبة كأنها صفارات إنذار، وفي كل مرة يظهر فيها الماثمان تحصل حاجة سيئة بعدها. أكبر حادثة مرتبطة بيه كانت انهيار جسر سيلفر بريدج في نفس المنطقة سنة 1967. الكارثة دي أدت لموت أكتر من 40 شخصة، وناس كتير قالوا إنهم شافوا الماثمان قبل الحادثة بأيام. السؤال اللي محير الكل هو، هل الماثمان ده فعلا مخلوق خارق للطبيعة ولا مجرد تخيلات جماعية أو حتى خدعة اتكررت مع الزمن؟ بعض الناس بيقولوا إنه كائن فضائي، ناس تانية بتقول إنه تجربة حكومية فشلت وهربت، وفي كمان اللي بيقول إنه نذير موت بيظهر عشان يحذر الناس من الكوارث. الموضوع بقى جزء من ثقافة ويست فيرجينيا، لدرجة إنهم بيعملوا مهرجان سنوي احتفالاً بالماثمان. أيوة، تخيل كائن مفروض إنه مخيف وبقى مصدر جذب سياحي واحتفالات. أنت بقى، هل تعتقد إن الماثمان فعلاً موجود؟ وهل لو كنت في مكان زي بوينت بليزنت بالليل وسمعت صوت غريب، هتقدر تكمل ولا هتجري بأسرع ما عندك؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات. يا جماعة، الأسطورة دي مش بس مخيفة، دي حزينة كمان ومليانة ألم ودراما. النهاردة هنتكلم عن المرأة الباكية
أو زي ما بيقولوا عليها بالمكسيكية لا لورونا. القصة بتبدأ مع أم جميلة عايشة في قرية صغيرة. حياتها كانت بسيطة لكن فيها سعادة لأنها كانت بتحب ولادها جدا، لحد ما في يوم جوزها خانها وتركها مع ولادها. الألم كان شديد عليها لدرجة إنها فقدت عقلها، وفي لحظة جنون وغضب قررت تعمل أسوأ حاجة ممكن تتخيلها. في لحظة جنون غرقت ولادها في النهر، وبعد ما فاقت لنفسها واستوعبت الكارثة اللي عملتها ما قدرتش تعيش مع تأنيب الضمير، فاضطرت تنهي حياتها بالقفز في نفس النهر. لكن الحكاية ما خلصتش هنا. الأسطورة بتقول إن روحها رجعت، لكن مش كروح هادية، رجعت كلا لورونا وهي بتمشي حوالين الأنهار والبحيرات بتبكي وتصرخ أطفالي أطفالي، بصوت ممكن يخلي شعرك يشيب في لحظة. في ثقافة أمريكا اللاتينية لا يورونا هي أكتر من مجرد حكاية مرعبة، دي تحذير للأطفال إنهم ما يقربوش من المياه بالليل، ولو سمعت صوت بكاء في الليل الأفضل إنك تقفل بابك وتفضل مكانك، لأن في ناس بيقولوا إن اللي يشوفها يا إما بياخدوا النهر يا إما بيروح معاها العالم الآخر. الأسطورة انتقلت مع المهاجرين المكسيكيين لكتير من دول العالم وبقت جزء من الحكايات الشعبية حتى في أمريكا، وفي ناس لحد النهاردة بتقسم إنها شافوها أو سمعوا صوتها حوالين الأنهار. والسؤال هنا، هل لا لورونا فعلا موجودة؟ ولا دي مجرد قصة اخترعوها علشان يخوفوا الأطفال ويمنعوهم من الاقتراب من المياه؟ قولوا لنا في الكومنتات، لو سمعتوا صوت بكاء غريب في مكان منعزل هتعملوا إيه؟ جاهزين ندخل في عالم الظلام والسحر؟ خلونا ناخدكم دلوقتي في جولة للحي الفرنسي في نيو أورليانز، المكان اللي ممكن تتخيلوا كأنه بوابة لعالم مصاصي الدماء. الحي الفرنسي معروف بجماله وسحره، شوارع ضيقة، مباني قديمة، أنوار خافتة، وأصوات موسيقى الجاز اللي بتاخدك لمكان تاني. لكن بين كل الجمال ده بتبدأ الحكايات عن مخلوقات مش من عالمنا، مصاصي دماء عاشوا في ظلال المكان ده. الأساطير بتقول إن نيو أورليانز بسبب تراثها الكريولي اللي مليان سحر وفودو كانت ملاذاً لمصاصي الدماء اللي عاشوا في سرية وسط البشر. واحد من أشهر الحكايات هو عن جاك سانت جيرمان، راجل غني وجذاب ظهر في الحي في القرن ال19. جاك كان راجل غريب الأطوار، معروف بإنه ما بياكلش في أي تجمع اجتماعي ودايماً بيشرب النبيذ الأحمر، أو على الأقل الكل كان فاكر إنه نبيذ. وفي ليلة من الليالي واحدة من ضحاياه هربت وبلغت الشرطة، لكن لما دخلوا بيته لقوا كل الأدلة بتشير إنه مش مجرد إنسان عادي. أواني مليانة دم ورسائل غريبة بتوصف حياته اللي امتدت لمئات السنين، لكن جاك نفسه اختفى ومحدش شافه تاني. وفي كمان أسطورة إن الحي الفرنسي كان مليان بيوت سرية فيها غرف تحت الأرض، المكان المثالي لمصاصي الدماء يستخبوا فيه من الشمس. ولو كنت هناك بالليل ممكن تحس إن في حد بيراقبك أو تسمع خطوات ورايك في الشوارع الضيقة. الغريب إن نيو أورليانز مش بس بقت موطن للأساطير دي كمان المكان اللي فيه ناس كتير بيقولوا إنهم مصاصي دماء حقيقيين. وده مش هزار، في مجتمعات سرية بتحافظ على الطقوس القديمة والناس بتقسم إنهم موجودين لحد النهاردة. السؤال بقى، هل كل ده مجرد قصص اخترعتها خيال الناس، ولا نيو أورليانز فعلا مخبية أسرارها في الظلال؟ ولو لقيت نفسك في الحي الفرنسي بالليل هتغامر وتمشي لوحدك، ولا هتفتكر إن في حاجة دايما بتتحرك في العتمة؟ قولوا لنا في الكومنتات، هل تعتقد إن مصاصي الدماء موجودين فعلا، ولا مجرد جزء من أساطير نيو أورليانز؟ وهنا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا مع أغرب وأشهر الأساطير اللي خلت الناس تتساءل عن حدود الراجل ده كان غني جدا وقرر يبني تحفة معمارية يسكن فيها هو وعيلته وتكون ميراث لولاده من بعده. اختار الموقع المميز وجاب أحسن المهندسين وصرف دم قلبه. بس من أول يوم شغل والأرض كانت بترفض المبنى. العمال الصعايدة اللي كانوا شغالين في الحفر والصبة دول ناس قلوبهم ميتة، متعودين على الشقة والخطر. بس في موقع عمارة رشدي العمال دول كانوا بيترعبوا. الحكايات اللي اتنقلت من جيل لجيل بتقول إن حوادث العمل في العمارة دي ما كانتش طبيعية وما كانتش صدفة. كل يوم والتاني عامل يقع من على السقالة ويموت، بس زمايله كانوا بيحلفوا إنهم سمعوا صرخته قبل ما يقع، كأن في حد زقه. شكاير الأسمنت كانت بتقع فجأة على ناس تهرسهم، الخشب بيتحرك من مكانه والحديد بيعور الناس من غير سبب.
الموقع كان ريحته دم، والعمال بدأوا يهربوا يقولوا للخواجة: الأرض دي مرصودة، الأرض دي فيها شر ساكن تحتها ومش عايز حد يبني فوقيه. بس الخواجة اليوناني كان عنيد، أو يمكن كان متكبر، رفض يسمع التحذيرات واعتبرها خرافات، وأصر يكمل البناء حتى لو العمال بيموتوا واحد ورا التاني. والإشاعة الأخطر والأكثر رعباً بتقول إن الخواجة في لحظة يأس وجنون سمع نصيحة دجال وقرر يعمل قربان للأرض عشان تهدى، فذبح حيوانات وخلط دمها بمونة الأساسات والخرسانة عشان يرضي الأسياد اللي ساكنين تحت. تخيل إنك بتبني بيتك وأساساته مخلوطة بدم وسحر أسود. المبنى طلع والخرسانة نشفت والواجهة اكتملت، والخواجة افتكر إنه انتصر وإنه قهر اللعنة. جاب مراته وعياله عشان يسكنوا في قصر الأحلام بتاعه، بس الكيان اللي في الأرض كان صابر وكان بيستدرجه. أول ما العيلة سكنت الكابوس الحقيقي بدأ، في ظروف غامضة جدا ومحدش عارف تفاصيلها الدقيقة لحد النهاردة. الموت دخل بيت الخواجة. في روايات بتقول إن أولاده ماتوا غرقانين في رحلة صيد، وروايات تانية أرعب بتقول إنهم ماتوا جوه العمارة. حوادث غريبة وسقوط ونار بتولع لوحدها. بعد ما الخواجة مشي، العمارة فضلت واقفة لوحدها سنين، والناس بدأت تنسى أصل الحكاية، لكنهم منسيوش الخوف، لحد ما حصلت واقعتين هم اللي كتبوا شهادة ميلاد أسطورة عمارة العفاريت وحفروها في ذاكرة اسكندرية للأبد. الواقعتين دول مش مجرد حكايات قبل النوم، دول حوادث الناس حلفت إنها شافتها بعينها والشرطة حققت فيها. الكابوس الأول هو الليلة الدخلة الدموية. في وقت من الأوقات وسط أزمة السكن، شاب اسكندراني طموح ومكافح قرر يتحدى الخوف. قال لنفسه: يا جماعة دي كلها خرافات، دي عمارة فاضية وصاحبها مسافر وأنا محتاج شقة أتجوز فيها. وبطريقة ما قدر يوصل لمفتاح شقة في العمارة دي، أو كسر بابها، المهم إنه جهز شقة فيها عفش بسيط وقرر يتجوز فيها. يوم الفرح كان يوم مشهود، الزفة كانت ماشية في شارع أبو قير، العربيات بتزمر والناس فرحانة، لحد ما العريس والعروسة وصلوا قدام باب العمارة الكئيبة. المعازيم نفسهم كانوا خايفين يدخلوا يوصلوهم، والكل كان بيبص للمبنى بقلق. العريس خد عروسته وطلع، والباب اتقفل عليهم، والهدوء عم المكان. اللي حصل بعد كده محدش عارف تفاصيله جوه الشقة بالظبط، لكن النتيجة الصبح كانت مرعبة. الناس اللي ماشية في الشارع الصبح بدري شافوا مشهد يوقف القلب. العريس والعروسة بملابس الفرح مرميين في نص الشارع قدام العمارة، مش ميتين لكن مغمى عليهم. والأرعب إن عفش الشقة كله، الكراسي والدولاب والهدوم، كان مرمي حواليهم في الشارع ومتكسر. لما العريس فاق كان فاقد النطق لساعات، ولما اتكلم قال جملة واحدة برعب هستيري: ما كناش لوحدنا، الحيطان كانت بتطبق علينا وهم اللي رمونا. تخيل قوة كيان يقدر يشيل عفش وبني أدمين ويرميهم من البلكونة أو السلم من غير ما يموتوهم، بس عشان يوصل لهم رسالة ممنوع الدخول. مرت السنين والعمارة فضلت بعبع اسكندرية، لحد ما وصلنا لعصر القلب الميت. ظهر جيل جديد من الشباب، جيل ما بيؤمنش بأمنا الغولة ولا النداهة. شباب معاهم موبايلات بكاميرات عالية وكشافات قوية وفضول قاتل إنهم يبقوا ترند، وقرروا القرار اللي كان يعتبر انتحار زمان، إن إحنا هندخل عمارة رشدي وهنصور لايف من جوه. المغامرة بدأت زي أفلام الرعب بالظبط. مجموعات من الشباب بينطوا من على السور بالليل وبيدخلوا الحديقة اللي كانت اتحولت لغابة شوك وزبالة. أول حاجة صدمتهم ما كانتش العفاريت، كانت الريحة، ريحة كمكمة وعفن فظيعة خارجة من مدخل العمارة، ريحة مكان الزمن وقف فيه ومات. لما دخلوا جوه ونوروا كشافاتهم على الحيطان، اكتشفوا إن الأسطورة ليها وش تاني. شافوا الحيطان اللي الناس قالت إنها بتنزف دم، بس لما قربوا منها ولمسوها وشموها اكتشفوا الصدمة. ده مش دم، دي بوية،
حد كان قاصد يرش بوية حمراء على الحيطان وبشكل عشوائي عشان تبان كأنها دم سايل. الرعب هنا بدأ يتحول لشك. مين هيدخل مكان مسكون ومعاه جردل البوية ويقعد يلون الحيطان عشان يخوف الناس؟ العفاريت ما بتعملش كده، البشر هم اللي بيعملوا كده. وكل ما دخلوا أعمق في الأدوار كل ما الأدلة البشرية زادت. لقوا على الأرض بقايا أكل عفن، ولقوا عقاب سجاير، ولقوا سرنجات مخدرات مرمية في الأركان، ولقوا حاجات تانية مريبة، رسومات نجمة خماسية وطلاسم غريبة مرسومة بالطباشير أو الفحم على الأرض، وبقايا شمع أسود سايع، وعرايس قماش مغروزة فيها دبابيس. المشهد كان خليط مرعب بين وقر مدمنين وبين مكان لطقوس سحر أسود بيعملها دجالين ومشعوذين. وهنا الشباب دول حسوا بنوع جديد من الخوف، مش خوف من شبح هيطلع لك، خوف من إنك مش لوحدك في المكان ده مع بشر أخطر من الشياطين. في فيديوهات كتير اتصورت وقتها بتسمع فيها صوت الشباب وهم بيصرخوا فجأة وبيجروا، مش عشان شافوا عفريت، عشان سمعوا صوت كحة بني آدم جاي من أوضة ضلمة، أو سمعوا صوت خطوات بوستار تقيل بيجري وراهم. اكتشفوا إن العمارة دي ما كانتش مهجورة، دي كانت مسكونة فعلا، بس مسكونة بالخارجين عن القانون، مسكونة بمسجلين خطر ومدمنين ودجالين. لقوا في سمعة العمارة المرعبة الستار المثالي ليهم، محدش هيجرؤ يدخل وراهم هنا، والشرطة نفسها ما بتجيش، فحولوا عمارة رشدي لمملكتهم الخاصة. بعد سنين طويلة من الرعب ومن حكايات الدم والعفاريت والعروسة المقتولة، ظهرت الحقيقة اللي محدش كان عايز يصدقها، لأنها ببساطة كانت مملة وقذرة في نفس الوقت. عمارة رشدي ما كانتش مسكونة بالجن، العمارة كانت مسكونة بالورثة. القصة الحقيقية الموثقة في ملفات المحاكم بتقول إن بعد ما الخواجة صاحب العمارة مات أو مشي، العمارة دخلت في نفق مظلم من النزاعات القضائية. الورثة كانوا كتير وكانوا بيكرهوا بعض كره العمى، فريق منهم عايز يبيع، وفريق عايز يسكن، وفريق تالت عايز يهدها ويبني برج جديد. وبما إنهم معرفوش يوصلوا لحل ودي، قرر طرف منهم يلعب لعبة شيطانية. الطرف ده فكر بتفكير جهنمي، إزاي أمنع باقي الورثة إنهم يستفيدوا من العمارة، وإزاي أمنع أي مشتري غريب إنه يقرب منها لحد ما السعر يقع في الأرض وأنا أخدها بتراب الفلوس. الإجابة كانت اصنع عفريت. التحقيقات وكلام الجيران القدام كشفوا إن الإشاعات دي كانت ممنهجة. طرف من الورثة كان بيأجر بلطجية ومسجلين خطر ويدفع لهم فلوس عشان يدخلوا العمارة بالليل. مهمتهم كانت بسيطة: اعملوا دوشة، سركوا، ولعوا نار في الشبابيك، ارموا طوب على الناس. هم اللي عملوا مسرحية الدم البوية على الحيطان، وهم اللي كانوا بيخوفوا أي حد يفكر يقتحم المكان. تخيل إن أسطورة الرعب اللي عاشت 50 سنة واللي رعبت ملايين الناس في اسكندرية كانت في الأصل مجرد خطة بيزنس قذرة، مجرد حرب نفسية عشان الفلوس. الجن والشياطين كانوا أبرياء من العمارة دي، شياطين الإنس هم اللي كانوا ساكنينها. والدليل القاطع جه في سنة 2015 و2016 لما أخيراً ظهر مشتري قلبه ميت وما بيهموش العفاريت. شركة مقاولات كبيرة اشترت العمارة وخلصت النزاع القانوني، والناس كلها وقفت تتفرج وتصور يا ترى العفاريت هتعمل فيهم إيه. المفاجأة ما عملوش حاجة. اللودرز جت وهدت العمارة الملعونة حتة حتة، ومفيش عامل واحد حصل له خدش. الأساسات المرصودة اتشالت واتحفر مكانها أساسات جديدة، والنهاردة مكان بيت الرعب طلع برج سكني حديث شيك جدا، وساكن فيه ناس طبيعيين بياكلوا بيشربوا بيناموا في أمان تام. محدش شاف عفريت ومحدش سمع صريخ. العمارة القديمة اختفت واختفت معاها الأسطورة، بس سابت وراها درس مرعب أهم بكتير من قصص الجن: إن الإنسان لما الطمع يعميه ممكن يحول حياة الناس لجحيم ويصنع وهم يعيش سنين بس عشان يوصل اللي هو عايزه. عمارة رشدي كانت مسكونة فعلا، بس كانت مسكونة بشر النفوس، وفي الآخر العمارة اتهدت.
الخرسانة اللي الناس خافت منها 50 سنة بقت تراب، والحكايات اللي رعبت أجيال طلعت في الآخر لعبة. بس السؤال اللي لسه بيطاردنا، كام عمارة رشدي تانية موجودة في حياتنا؟ كم مكان أو قصة أو خرافة بنخاف منها وفي الآخر بتطلع مجرد ستارة بيستخبى وراها بشر أطماعهم ملهاش حدود؟ قصة عمارة رشدي انتهت، بس الرعب الحقيقي عمره ما بينتهي طول ما النفس البشرية أمارة بالسوء. لو القصة دي غيرت نظرتك للأماكن المسكونة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. وسيبولنا في الكومنتس، هل تعرف مكان في منطقتك الناس بتقول عليه مسكون؟ وهل عندك الشجاعة تروح تكتشف حقيقته بنفسك؟ استنونا الحلقة الجاية في ملف جديد وجريمة جديدة من الواقع اللي أغرب من الخيال. تصبحوا على حقيقة. سلام.